أحسن 5 صفقات في تاريخ نادي برشلونة. في المركز الخامس الدولي البرازيلي نيمار جونيور، واللي انتقل لصفوف البارسا في موسم 2013 قادما من نادي سانتوس. برشلونة حسم الصفقة بعد صراع كبير بينه وبين غير المتقليدي ريال مدريد. نيمار فاز بكل الألقاب الجماعية مع البارسا وسجل 105 أهداف في 186 مباراة وساهم ب 76 هدف. في المركز الرابع الكاميروني سامويليتو، واللي نشوفه من احسن المهاجمين في عصره، وكان في التشكيله المثاليه للنادي الكتالوني. جيل البارسا في موسم 2004 وفاز مع الفريق بالسداسيه التاريخيه في موسم 2009 وزوز القاب في تشامبيونز ليج وسجل اكثر من 100 هدف. في المركز الثالث افضل ظهير ايمن في تاريخ نادي برشلونه، ويعتبر ثاني اكثر اللاعبين تتويجا بالالقاب مع البارسا، دانيال فيش، واللي انتقل من صفوف نادي اشبيليا في موسم 2008 وسجل مع البلاوغرانا 14 هدف. المركز الثاني افضل راس حربة في تاريخ برشلونه البيستوليرو لويس سواريز، واللي انتقل من ليفربول في صيف 2014 وتوج مع الفريق الكتالوني ب 14 لقب وسجل 200 هدف بقميص البارسا. 6 مواسم فقط خلت لويس سواريز ينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي نادي برشلونة. أما صاحب المركز الأول وأفضل صفقة في تاريخ برشلونة واللي صفق له جمهور الريال في البرنابيو، البرازيلي رونالدينيو، فاز مع النادي الكتالوني بالتشامبيونز ليج في موسم 2006 فضلا عن تسجيله 95 هدف وصنع 80 في 5 مواسم. كانت هذه افضل 5 صفقات في تاريخ البارسا، وانتم ماذا تكتبون في كومنتير شكون افضل صفقة حسب رايكم.